بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بقى من عند البط ومن عند فراخنا. ان شاء الله حلقة النهاردة تبقى حلقة حلوة جدا وخفيفة كده وبسيطة. بس طبعا لو انتي اول مرة بتشوف القناة عندي اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان يا قلب اختك لو عجبكم الفيديو فضلا طبعا وليس امرا انزلي كده حطي لي لايك كده وشجعوني علشان ان شاء الله نستمر. فبصوا بقى حلقة النهارده كده زي ما قلت لكم هتبقى حلقة خفيفة. طيب احنا النهارده كده البط اهوت. احنا كده العمر ال 12 ان شاء الله في عمر البط. البط ده طبعا احنا قلنا ان هو بط مسكوفي. كانت واحدة حبيبتي بتقولي هو احنا ينفع نحط دكر مسكوفي مع نتاية بلدي؟ طبعا ده يبقى حلو جدا جدا، هيبدأ يعمل معاكي بط خليط، وده طبعا بيبقى حلو قوي. كان عندي منه اللي هما كانوا الاربعة كرة دول اللي احنا كنا مصورينهم قبل كده مع بعض. طبعا البط دوت حلو قوي قوي. بتعملي احلى كمان لان المسكوفي في منه بيرقد وفي منه مش بيرقد. فانتي احسن حاجة تعملي ايه؟ ترقدي تاخدي نتاية بلدي مع دكر مسكوفي، وتبداي ان انت تطلعي منه سلالات لو انت عايزه. طبعا هيبقى حلو جدا وباذن الله هيملالك بقى الدنيا خير لو انت بتحب البط وعندك مكان للبط، لان طبعا البط بيوسخ الدنيا وكلام من ده كله. فلو عندك مكان للبط خلاص تمام، توكلي على الله وابدأي اعملي. طبعا البط حلو جدا. طيب البط برضو بيحتاج ايه معانا؟ بيحتاج شويه املاح معدنيه، شويه فيتامينات، شويه كالسيوم، كل الكلام ده علشان ما تبداش تظهر عنده ظاهره الافتراس. وكمان شبعت شورك. ما تستعجليش لو عندك بط، ما تستعجليش بقى ان انت تعملي له خلطه وتبداي تدخلي العيش والكلام ده كله، لا. استني لما البطه تقفل ريش كده وتبقى حلوه معاكي، ابداي بقى دخلي لها ايه؟ شويه عيش مع شويه دشيشه. وشوفي لو عايزه تسمني هتحطي فول، حته فول. لو مش عايزه تسمني بقى وعايزه مثلا ان انت تحطي رده، تمام مفيش مشكله. دي طبعا بتبقى مرحله الرده دي بتبقى في اخر بقى مراحل مع البط. طيب بصوا بقى زي ما انتم شايفين احنا لسه برضو لوقتنا هذا بنأكل علف تركيز 23%. البط برضو تربيته غير الفراخ البيضاء. البط لما جبناه استقبلناه على لمبة موفرة، ما حطيناش ليه لمبة حرارية خالص، ما احتاجش. المهم بس ان انتي كني له المكان وظبطي المكان. وخدي بالك اليومين دول برد برضو، يعني اليومين دول كده برد. فانا الصراحة برضو ما بفتحش الشباك على الفراخ الا لما احس بقى ان الشمس بدأت تطلع والجو بدأ يحرر بفتح، غير كده ما بفتحش. فان شاء الله في حلقة بكرة هنبدأ ننقل بقى الفراخ دي مع بعض وهنشوف هنعمل معاهم ايه. لان طبعا الدوق كده اكبر غلط. انت كده طول ما انت هتسيبي فراخك في مكان ضيق كده الفرخ مش هيفرد معاكي، خاصة طبعا ان احنا في فصل الصيف والفرخ بقى بيحب الوسع وبيحب يجري كده. شوفوا شايفين الفراخ عاملة ازاي؟ يعني عايزة مكان كده وتبدأ تاكل بقى وتجري وكلام من ده. فانا ان شاء الله باذن الله بكره باذن الله هنبدا ان احنا ننزل على الارض. طيب يبقى انت اول حاجه كده هتاخدي بالك من الايه؟ من المكان عندك، وبرضه تاخدي بالك من الجو اليومين دول متقلب. يعني لو بتطلعي كده زي الصبح بدري ما تفتحيش شباك، حتى لو انتم ملاحظين ان انا كده ايه سايبه اللمبه كده مشغلاها علشان برضه التصوير. انما لما الجو بقى بيبدأ يحرر ببدأ افتح الشباك. فخدي بالك من نقطة برضو الايه اللي لطشة الهوا دي بتاعت الصبح ممكن تأذي معاكي الطيور. وبالنسبة بقى لو جه برد يا حبايبي بنفضل نعالج بقى طول دورة الفراخ للبرد. الفرخ وهو صغير كده ممكن ان احنا نعرف ان احنا نعالج من البرد. انما لما الفرخ بيبدأ يكبر بيبقى صعب شوية، خلاص بيبقى صعب شوية ان انت تطلعي منه البرد. بس هقولك على حاجة ودي عن تجربة. انا فراخي طبعا مع يعني ربيت كتير طبعا دورات كتير قبل يعني اكيد قابلني برد. بس كانت الفراخ بتاكل وبتشرب وبتزيد فما كانش في دماغي. حتى دايما اقول لكم كده، لو الفرخ بياكل وبيشرب والدنيا عنده تمام خلاص ما تشغليش بالك. ليه؟ لان الفرخ المناعه عنده حلوه فبياكل وبيشرب وتمام، مع انه عنده شويه برد بس الدنيا عندي تمام. طيب امتى بقى ابدا اقلق؟ لو لقيتي ان الفرخ لا ده بيخس معاكي مش بيزيد، يعني برضو وزنتي لقيتي حاجه جيتي بعدها بيومين بتيجي توزني لقيتي حاجه تانية خالص، فلا خدي بالك من الحته دي. طبعا البرد بيضعف المناعه، بيسبب معاكي الموت المفاجئ. بتلاقي الفرخ معاكي بقى خلاص مش بياكل، الاكل انت حطيتيه وبتطلعي تاني يوم بتلاقيه زي ما هو.
طيب في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ أضبط فرشتي، أضبط درجة الحرارة، أشوف أنا مقصرة في الحرارة، الحرارة عالية، الحرارة واطية، الدنيا إيه. بصوا أنا كنت بوريكم الفراخ، دبحت منهم 2 هوريهولكم برضو دلوقتي إن شاء الله، وهننضفهم مع بعض بإذن الله. فدرجة الحرارة خدي بالك منها. طيب النهارده بقى ايه اللي انا حطيته لهم في الاكل؟ انا حطيت حاجتين 2 بس الحاجتين اللي انا حطيتهم دول بصوا سحر، يعني هما فعلا معلقتين ومفعولهم حلو جدا، اللي هي الكزبرة والكمون. بدأت النهارده اول مرة احط لهم الكزبرة والكمون، فبدأت كده حطيت الكزبرة وحطيت الكمون على الاكل ليهم مع الايه مع العلف. بكره ان شاء الله هننقل بقى وهنعمل خلطة نقل، وهقول لكم باذن الله هعمل معاهم ايه باذن الله. فالكزبره بقى والكمون معاكي فوائدها حلوه جدا جدا، فواتح شهيه معاكي قوي جدا لطشورك. طبعا فيها مجموعه فيتامينات حلوه قوي. انا دايما بحب احط بقى الاعشاب. ليه؟ لاني انا مش بستخدم اي علاج بيطري، فبحب دايما اشتغل معاهم بالاعشاب، لان طبعا عملوا خلاصه من الاعشاب ده بالعلاج، فليه بقى استخدم الايه الاعشاب احسن. فبصوا هنا هبدأ كده هنضف معاكم. دبحت منهم فرختين. طبعا انا كنت ناقله يعني ايه الفراخ اللي انا شايلاها كان في منها كبير وفي منها صغير. زي ما قلت لكم الدوره دي مش كلها شبه بعضيها، بس الحمد لله ما ماتش مني حاجه. هنا بوريكم مفيش اي زرقان كده اهوت، بصوا تحت الجناح علشان دبحه صح، وجلدها ما تقطعش ولا حاجه. ما تخليش الميه بتغلي معاكي، يعني ما تخليش الميه تغلي معاكي، الميه يا دوبك بس تكون فتره اهوت. مفيش زرقان خالص، الدنيا عندي زي الفل. دخلوا الخير في بيوتكم حبايبي، التربية حلوة وجميلة. طبعا زي ما بقول لكم كل دورة بتختلف عن الدورة اللي قبليها. الفراخ ديت في منها كبير وكان في منها صغير، كانت عبارة عن تشكيلة. بس الحمد لله اما استفاد من الفرخة كده طبعا احسن بكتير. احنا طبعا ما كملناش ال40 يوم، بس حابة برضه اقولك على نصيحة كده من اخت لاختها. بصي انا عن نفسي بشوف الفراخ شكلها عاملة ازاي. يعني لو الفرخ مثلا جه معايا بعد الشهر وحسيت ان يومه بقى بيومين، وكمان بعد ال35 يوم، لان في فراخ بتبدأ تزيد بعد ال35 يوم، ممكن اسيبه كمان 5 ايام. حسيت ان الفرخ مش بيزيد معايا والدنيا عندي ان الفراخ دي مش هتزيد، لا يبقى اوفر شوية الاكل، لان طبعا الاكل غالي، العلف غالي، فلا ابدأ ان انا اوفر شوية اكلها. فعلشان برضو كانت واحدة حبيبتي بتقولي ده انا سايبة الفراخ لمدة 50 يوم. سايباها ليه يا قلب اختك لحد 50 يوم؟ لا ده كده تقف عليكي بخسارة، لو انتي حسبتيها هتلاقيها كده انتي كده خسرانة معاكي الفراخ. فكل واحدة تشوف ميزانيتها ايه، وتشوف ميزانيات الفراخ ايه، وتبدأ تظبط الدنيا. هنا بوريكم الكبد والقوانص ما شاء الله زي الفل. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبك واستفدتي مني بحاجة بسيطة. بحبكم في الله، مع السلامة.